Bismillah, qala musannifu rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatul islam wa ma'rifatu dinil islam bil adillati. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. والدليل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصراط لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يسرقنا هبلا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسلون. والدليل قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدوني يوحدوني وعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. فإذا قيل لك والدليل قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وربه هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء وتوكل ورغبة ورهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعادة
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: وتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستترا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام 5: أن شهد الله أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وجزر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان وهو 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
wal haya'u syu'batun minal iman wa arkanuhu sittatun antu'mina bil wa arkanuhu sittatun antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa sharrihi. ودليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل عزيز الحكيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. ومن السنة ودليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الساعي يتطاولون في البنيان. قال فما بدأوا فلبثنا مليا. وقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أمر دينكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاسم وحاسم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام. وله من الأمور 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبئ بإقرأ ورسل بالمدثر وبلده مكة وهجر إلى المدينة بعث الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستأثر ولربك فاصبر. ومعناكم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عدمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العصر عرج به للسماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء وولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقالوا تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نادهم الله باسم الإيمان. ودليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وشر الذي حذر منه الشرك وهو دعوة وجميع ما يكره الله ويكبه. والدليل بعث الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وأكمل الله به الدين. ودليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون. ودليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعينكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقالوا تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعينكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم. قالوا تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من كذب بالبعث كفر. والدليل قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبعث الله وأرسل الله جميع الرسول مبشرين ومنذرين. والدليل قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قالوا تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا
min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bil taghuti wal iman billahi. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala at-taghutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Wa tawagitu katsiratun wa ra'usuhum khamsatun iblisu la'anahu Allahu wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi wa man 'ubida min dunillah wa huwa radin wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi wa man idda'a shay'an min 'ilmi al-ghaibi wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Wa dalilu qala ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Wa hadha ma'na la ilaha illallah. Wa fil hadithi rasul amri al-islami wa amaduhu as-salatu wa dirghatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wa sallam.